الشباب نتاع الترجي فاجئونا بافكار جديده وابداعات جديده وانا نتبعوا فيهم. نلقاوك انت دائما تواجد وكل هذه الكونتينيتي اللي هي سي لا فورس في الاسبيرونس. الاسبيرونس صرح كبير بدا من عام 1919. معناها لو كان ما ثماش هالتواصل هذايا والامتداد نتاع العمل والتناغم بين الاجيال راهي ما ثماش ترجي، وهذا داخل في العمل اللي قاعدين يقوموا بهم الشباب هذا. اليوم كي تشوف الاسبيرونس فين وصلت سيسلية، ما كانت الخدمه نتاعك من دخول الخدمه قبل في الاسبيرونس ما مشاتش حرام؟ لا، ما انا حطيت لبنه في صرح الترجي، ثم ناس قبلي هما اللي يظل الناس اللي عندهم زيه كبيره على الترجي هما اللي خلقوا الفكره هذه اللي هي فكره الترجي وحلم الترجي. احنا بالوقت كل واحد جاء من رؤساء الترجي من عام 19 الى يومنا هذا، كل واحد اخذ فتره معينه وجاب اللي نجم يجيبوا للجمعيه هذه، وهاكم تشوفوا اليوم النتائج وتشوفوا العائله نتاع الترجي كبرت والاحباء نتاع عددهم كبر، والترجي ولا رقم صعب مش في تونس فقط بل حتى في افريقيا. هو يلزم ساعه نتوجه للجمهور الترجي، لازم يكون واعي انه الترجي في المستقبل راهو ماهوش باش يكتفي باش يتبارى في تونس بالميزانيه نتاعو مع ميزانيات اللي هو ينجم يتبارى معها. اليوم باش يمشي الانتداب تاع نادي النصر كريستيانو رونالدو 200 مليون دولار، يعني 600 مليار، يعني على الأقل 50 مرة انتداب رونالدو، 50 مرة ميزانية الترجي. احنا ماناش نعملوا انتداب تاع 200 مليون، لكن يلزم الجمهور يساهم في انتدابات قيمة باش نجموا نسافروا، باش نجموا نبرزوا في البطولة العربية، باش نجموا نهزوا بطولة افريقيا، باش نجموا نلعبوا كاس العالم بحظوظ، ما عادش نمشيو مشاركة للمشاركة.